تعال اقول لك على اكتر ساعة اقتصادية بتديك قيمة مقابل سعر تحت ال 1500 جنيه، وكمان هقول لك ازاي تاخد خصم 20% في اخر الفيديو. لو جينا بصينا على تصميم الساعة دي فهنلاقي ان الماتيريال بتاعها كويس جدا، والبادي بتاعها مصنوع من المعدن وده قليل جدا في فئة السعر دي. كمان الستيك بتاعها رابر وده بيدي احساس فخم جدا، وكمان في الكبسولة اللي تحت دي مكتوب عليها كلمة باس، فده بيوحي بايحاء البراندنج شوية. لو جينا بصينا على العلبة هنلاقي العلبة مرسوم عليها الساعة ومكتوب عليها السلوجان بتاع الشركة. شكل الساعة جميل جدا ومش مديك اي انطباع انك دافع مبلغ قليل في ساعة سمارت ووتش. السنسورز والحساسات بتاعت الساعة كويسين جدا، يعني مثلا بيقيسوا عدد الخطوات وبيقيسوا الهارت ريت، عدد نبضات القلب، وبيقيسوا كمية السعرات الحرارية المحروقة في جسمك يوميا. وبرضو قارنت نفس عدد الخطوات وعدد الكالوريز المحروقة دي في الابل ووتش، وحرفيا طلعت الارقام دي اكيوريت جدا. الساعة جميلة جدا وبتديك نوتيفيكيشن لو حد اتصل بيك، والساعة ووتر بروف IP67 ضد المية، والبطارية بتاعتها من اكتر الحاجات اللي عجبتني فيها وهي بتقعد 4 ايام. من الحاجات اللي ما عجبتنيش في الساعة دي وهي استجابة الساعة، لما تيجي ترفع ايدك من جنبك هتلاقي استجابتها بطيئة شوية، يعني مثلا من كل 10 مرات كان بتلقط معايا 6 مرات او 7 مرات. ده ما يعتبرش عيب قوي، ولكن ملحوظة حبيت الفت انتباهك ليها. حاجة كمان ما عجبتنيش في الساعة وهي اشكال الساعة بتاعتها او الرسومات اللي بتظهر على الخلفية اللي بره. حسيت ان شكلها بدائي شوية او محتاج تطوير اكتر علشان يديني انطباع احسن عن الساعة. النوتيفيكيشن حلوة جدا، بس عندي ليها ملحوظة صغيرة، ان ما بيظهرش غير ابلكيشن السوشيال ميديا بس، يعني اي ابلكيشن تاني ما بيبقاش موجود فيها، بيظهر لك اذرز والرسالة اللي موجودة في النوتيفيكيشن. من اكتر الحاجات اللي حبيتها في الساعة دي وهي استجابتها للتاتش. حرفيا استجابة الساعة للتاتش كويس جدا. ما ضربت الساعة بالموبايل، هو مكتوب ان هو 25 متر، ولكن الساعة كانت بتفصل عن الموبايل في مدى اقل من ده. لما تيجي تطلب منهم الساعة دي هتكتب البرومو كود ده عمر الجندي 20، هتقدر تاخد خصم 20%.